انا النهارده قررت ارد عليكم في اكتر كومنت انا ملاحظه ان هو بيتكتب لي في الفتره الاخيره، ولو دخلتوا عندي كده في الحاجات اللي فاتت هتلاقوا اني اكتر كومنت بيتكتب لي بيسال عن الموضوع ده. كده كده كنت هحكي لكم واتكلم معاكم فيه، بس انا اكتر حاجه خلتني اطلع اتكلم في الموضوع بسرعه لاحظت من ضمن الكومنتات اللي كتبت لي كومنت كنت انت خاسه ويا رب ده ما يكونش تعب او مرض. طبعا انا بشكرك جدا لاهتمامك، على راسي من فوق، وحبيت اطمنك طبعا زي ما انت مهتمه ان انت تطمني، فانا حبيت اطمنك بنفسي. انا قررت النهارده ارد عليكم بالتفصيل لعل وعسى اقدر افيد حد. يعني هحكي لكم اللي حصل معايا. عاملين ايه يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. انا مبسوطه ان انتم ملاحظين ده، بس احنا عايزين نتفق مع بعض على حاجه مهمه جدا. انا مبسوطه ان انتم ملاحظين ده، خلينا بس نركز في الكلام الاول. نقوله بقى لما نلاحظ ان احنا بنخس، لكن ما نقولش بقى لو لاحظتوا العكس. طبعا انتوا فاهمين قصدي، عشان احنا من ساعه ما فطرنا انا مش عايزه اقول لكم، مش عارفه امسك نفسي الحقيقه. نرجع لموضوعنا. انا خاسه تمام، وطبعا اكيد في ناس برضه هتبقى شايفه ان انا ما خسيتش لسه. انا خاسه تمام في حدود من 13 ل 14 كيلو، ده بدون استخدام اي حاجه. بتكلم على الحاجات بقى اللي بتساعد على الخسان، يعني انا ماليش فيها بصراحه وبحاول ابعد عنها، واكيد في منها كويس واكيد في منها جربتوه انا ما اعرفش، بس علشان ما حدش يتكلم على لساني او يطلع يقول ان انا استخدمت حاجه معينه خسيت عليها، ده ما حصلش. انا كل اللي عملته يا جماعه كان 3 خطوات. عملت صيام متقطع، بدات ب 12 ساعه و14 ساعه. انا كنت ببدا بحاجات بسيطه علشان ما اخشش في الموضوع مره واحده. يمكن برضو انتوا كنتوا بتلاحظوا بتكتبوا لي ان انا اعمل مقاومه انسولين ومش عارفه ايه، كان في اسمرار في الرقبه، ده حقيقي. مش هتصدقوا لو قلت لكم ان انا بعد ما ظبطت اكلي مقرر بدون استخدام اي حاجه، الحمد لله ده بدا يفرق جدا، وبدات الاحظ فرق كبير. قللت جدا عيش ومكرونه وسكر، قللتهم، ما منعتش، قللت على الكميه اللي انا كنت باخدها. بشوي خضار او بسلقه. رز كان ثابت معايا للامانه، كنت لا باخد من 4 5 6 معالق رز. وطبعا البروتين بتاعي، او لو ما فيش بروتين كنت ببدله مثلا بقى بعدس بالحاجات اللي بتعوض ده. كنت بتعشى يا فاكهه برتقانه يا زبدايه، بصراحه كنت بتعشى خفيف. وجبه الفطار مهمه جدا جدا، اللي بتقدر تخلينا في اليوم ما نحسش بالجوع قوي. لما صومنا، انتوا عارفين ان احنا بنصوم معظم ايام السنه، وعلى فكره صيامنا يا جماعه فيه انقطاع، يعني في اوقات بنقعد من 12 بالليل لحد تاني يوم الساعه 5 بدون ما ناكل ولا نشرب. انا كنت في الصيام برضو باكل عدس الفول، وللامانه كنت بعك في الصيام لان 55 يوم بتاكلوا. طيب الحاجات دي اكيد هتبداوا بقى تاكلوا مقليات، هتبداوا تاكلوا بطاطس، لانها بالنسبه لي مهمه جدا في الصيام. اكتر حاجه كانت فارقه معايا بصراحه ان انا مش عايزه الموضوع يدخل في اي عمليه او كده، مش عشان اي حاجه، الناس كلها اللي بتعمل كده على راسي، واللي حابه ده برضو على راسي، ولكن لو لسه في امل ان احنا نقدر نعمل ده لوحدنا ومع نفسنا، طبعا الحاجه اللي ربنا خلقها غير اللي احنا بنلعب فيها، عشان نبقى متفقين. انا النظام ده رتبته لنفسي بناء على تكرار التجربه بتاعتي، يعني انا كذا مره امر بالتجربه دي وتفشل واحاول اعمل وما اكملش. خلاص بقى عندي تجارب اقدر ان انا استخدمها واستفاد منها لما اجي اكررها. في بعض المواقف ممكن الحد يجرب ويفشل، وده مش بسبب كل اللي انا قلته، او مش بفشل، انا نفسي كنت بقع ولكن بقوم تاني بسبب قله الاراده. لكن في بعض الناس هيبقى عندها مشكله في الغده او في قله الحرق والكلام ده كله، ساعتها بقى بندي العيش لخبازه، بنتابع الموضوع وبنشوف ايه الحل، وبنرجع بقى للدكتور عشان يقول لنا نعمل ايه، عشان انا طبعا مش هقدر افيدكم. عندكم اي اسئله ثانيه طبعا انا هرد عليها. حبيت كمان اشارككم تجربتي، وعايزاكم انتوا كمان تشاركوني تجاربكم، ايه اكتر حاجه بتخليكم تكملوا، ايه اكتر حاجه بتخليكم تقعوا. حاجه اخيره عايزه اشارككم بيها مهمه جدا، ما تاجلوش القرار يا جماعه. يعني انتوا لو شايفين ان انتوا محتاجين ده في حياتكم، ما تقولوش اصل انا هاكل بس كذا وبعد كده ابدا. لو انتوا حاسين ان انتوا محتاجين ده دلوقتي اعملوه دلوقتي. خلاص انت من النهارده الموضوع خلص، انت من النهارده الموضوع انتهى. بتروح على نفسي اللي هو انا لما اخس كام كيلو يعني. تيأسوش من نفسكم. انا عايزه اقول لكم، انا فاكره ان انا كان عندي 18 سنه وكنت اصلا بحاول اعمل دايت عادي جدا. انا دلوقتي 29 سنه، فالموضوع عادي. مش بقول ان ده طبيعي، ولا بقول ان احنا ما دام كده خلاص ما نرجعش نبدا من الاول او ما نرجعش نكمل. طول ما احنا يا جماعه فينا النفس، من حقنا نحاول في اي حاجه، ومن حقنا نجرب. لسه الحياه مستمره ولسه احنا موجودين. استنى ان انتوا تشاركوني بتجاربكم. اتمنى لكم كلكم توصلوا لاهدافكم، تبقى حياتكم سعيده. شكرا ليكم مره ثانيه وشكرا لاهتمامكم.